اهلا بيكم ريفيو جديد وانتي الاهم لكل الناس اللي طلبت العبايات القطيفه اللي شكلها شيك، اللي نفسها تشوف العبايات القطيفه. لقينا لكم المكان اللي عنده العبايات القطيفه اللي شكلها شيك جدا بكوليكشن كبير جدا بسعر المصنع وجمله الجمله. هنوريكم كمان الكوليكشن اللي هم حاطينه، شكله جميل جدا. ده اول حاجه، بصوا الخامه تحفه على الحقيقه كمان، وهتلاقوا عندهم كوليكشن كبير في شكل ده كمان، في حلو قوي قوي. في حاجات اللي بيحب الاشكال اللي فيها استراس هتلاقوا كمان الاستراس. بصوا يعني حاجات شكلها شيك جدا جدا جدا. كل الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها معانا استاذ ايهاب هيقول لنا الاشكال القطيفه بقى، عشان ناس كتير جدا طلبوا الاشكال القطيفه، فقلنا نجيب لهم احسن محل بيبيع بسعر جمله الجمله وبسعر المصنع. وما شاء الله عندكم كوليكشن كبير، يا ريت بقى تفرجنا عليه. بص انا عندي قطيفه ملحفه او عبايه بفضل الله كل اشكالها وكل مقاساتها. انا عايزه عبايه ماشي، عايزه ملحفه ماشي، ده الخليجي كل تشكيله. في مثلا حاجه زي كده ال في، طبعا البراندات دي الناس عارفاها. بص دي واخده شكل الملحفه، وكمان فيها اوبشن جميل قوي. فيها حزام من جوه بيتربط، يعني بيتكسم لو بنت صغيره تبقى مقاسها بالظبط. وادي بص من الظهر برده نفس الكلام، حلو قوي. يعني فيها حزام لو عايزه تلبسيها بالحزام اهو من هنا ومن هنا. شكله جميل قوي، بيضيق الوسط، يبقى عندها على الوسط. لو عايزاها واسعه كمان هتبقى تقدري تلبسيها واسعه. البراند بتاعنا عشان ما حدش يقلد المغازي، دي الاصليه. اهي دي المغازي، البراند بتاعها اهو. ده البراند بتاعها الاساسي، عشان خلي بالكم من التقليد. بالظبط كده، ده الاصلي وده بسعر الجمله. دي جمله الجمله، لان دي بناخد من المصنع من اول ايد. حلو قوي. دي يا جماعه هتلاقوها في اي محل بالضعف والثلاث اضعاف كمان. بالظبط كده. دي ديور بقى برضو الماركه نفس بدل ال في ديور. ودي يا استاذ ايهاب الاستراس عمره ما يقع. ده طبعا استحاله، طبعا استحاله. ده كبس. ده الاستراس ده يا جماعه كبس، عشان الناس اللي كانت خايفه ان الاستراس يقع، لا الاستراس ده كبس مش هيقع. وادي من الظهر نفس الكلام، ديور. شكلها شيك جدا وجميله جدا ورقيقه. والخامه كمان خامه جميله جدا، لا هي تقيله ولا خفيفه، اللي بتدفي. لان طبعا الخامه اهم حاجه طبعا، مش التقل بتاع لطيفه، خامتها هي اللي بتحكم. ده بالنسبه لل في وديور. في حاجه بقى جميله قوي زي كده، ده معمول اورليه مش ايطان. رقيق قوي 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 قوي. بص الجمال، تحفه. بص من الظهر نفس الكلام، بجد شكلها شيك جدا، تحفه. ودي برده فيها حزام من جوه برده نفس الكلام، جميله. ده بقى معمول اورليه من جوه ومن بره، عشان لا يقع ولا حد ولا حاجه تشيله. يعني متخيط في العبايه. وكمان ليها دي الطرحه طبعا. كله دي يا جماعه ليها كل حاجه، ليها الطرحه بتاعتها كمان. بص يعني كمان الطرحه عليها اورليه. شيك قوي قوي قوي، نفس شغل العبايه، بتتلف من كل ناحيه. حلو قوي يا جماعه. ان كمان اللي عايزه تلبس بالطرحه بتاعتها موجوده طبعا. كمان بنفس التطريز ونفس الشكل. وبرده خلي بالك برده دي برده نفس الكلام، برده عليها نفس الاسم اهو. بصوا في نهايه الطرحه هتلاقوا اللي فيه برده نفس البراند اهي. حلو قوي قوي قوي، شكلها طبعا شيك جدا. مفيش حد بيعمل طرحه لطيفه، بس احنا عملنا طرحه عشان زمايلنا برده بيحبوا الحاجات الشياكه. حلو قوي طرحتها. بصراحه انتوا ما شاء الله متميزين جدا يعني، وكل الكوليكشن بتاعكم احلى من بعضه. بص ده لون تاني من اورليه برده. دي كانت اوف وايت. دي الاوف وايت بتاعتها، بص كده. ودي ده لون الكافيه بتاعها النحاسي، لون تاني اللي حابه. هم هنا بيرضوا ججميع الاذواق طبعا. يعني هتلاقوا اللي حابه على كافيه هيبقى موجود بالظبط كده، واللي مدي على بيج شويه. بصوا ده نحاسي واوف وايت، جميل قوي قوي. بص بقى دي جميله جدا. دي اسمها بحريني. بص الموديل عامل ازاي. لا ما شاء الله تحفه. دي بحريني، دي ولا كأنها فستان. بص من الظهر عامله ازاي، تمشي سواري، تمشي خروج، تمشي كل حاجه. حلو قوي قوي. بص عامله ازاي. دي بقى نص ملحفه. دي اللي هو الكم الواسع، الكم مسمينه كم بحريني. دي كل التطريزه على الكم من هنا الاثنين والظهر. الظهر كله. حلو قوي قوي قوي. في عندك اللون ده برضو، وعندك اللون النحاسي برضو، عشان في ناس بتحب اللون الفاتح، بتحب اللون الغامق. بص من الظهر عامله ازاي. شكلها شيك قوي. بص العبايه لوحدها بتتكلم، بجد بتتكلم. وكمان وفيها الطرحه بتاعتها كمان، يعني عشان ودي نفس الطرحه برضو الكافيه تلبسيها كامله اهي. كافيه برضو، طرحه كافيه بتاعتها. حلو قوي قوي من كل ناحيه، الطرحه من كل ناحيه. لكل يعني اللي كانوا بيسالونا احنا نفسنا في عبايات سواء استقبال نخرج بيها، كل الحاجات دي شكلها شيك جدا وجميله وباشكال مختلفه. دي حرف اف، طبعا الناس كلها عارفه البراندات ايه.
نفس الكلام. حلو قوي. وبرده نفس الحكايه ليها حزام دي بتضيق من الوسط. وادي الطرحه عليها نفس الرسمه، الطرحه نفس الرسمه برضه اهي. جميل قوي قوي قوي. لان اللي يلبس حاجه لازم يبقى برضه ايه، كل حاجه بطرحتها. واحلى حاجه هنا عندهم بالمقاسات كمان الكبيره، ممكن توصل ل 8 اكس لارج، يعني عندهم كمان مقاسات بكوليكشن كبير. دي رسمه اسمها الفيرزاتشي. دي طبعا واخده الظهر كله وعلى الكتفين، يعني الكتف رسمه على الكتف اهي. واخده الظهر، وبرده الطرحه بتاعتها نفس الرسمه فيرزاتشي برده. حلو قوي قوي قوي. مديه على تطريز ذهبي في سيلفر في اسود كمان. 3 الوان شكلها شيك جدا ورقيقه جدا. في عندك برضو عبايه زي الملحفه اللي وريتها لحضرتك، دي العبايه بتاعتها بقى، دي عبايه صك. دي عبايه. دي عبايه زي الملحفه اللي وريتها لحضرتك، اللي هي الايه، اللي ليها رباط من جوه. دي لو حد عايز المقاسات الستاندر بقى، دي مقاساتها كلها موجوده. اللي عايزه ملحفه هتلاقي، اللي عايزه عبايه هتلاقي. بالظبط. دي بقى دي 4 مقاسات من اكس ل 4، الثانيه 1 سايز. الاول واحده 1 سايز، دي فيها لحد 4 اكس صح كده؟ بص بقى الممنوعات دي بقى، دي ممنوعات، دي انفراد ده بقى. بصي جميله قوي قوي. دي حاجه مش غير عند البوب بس. صح. بص الجمال عامل ازاي، رقيقه قوي قوي قوي. بص الملحفه دي الملحفه القطيفه اللي شكلها شيك جدا، اللي كل الناس بتسال عنها. اللي متخيط مكبوس كبس في الملحفه. اللولي ده عمره ما يقع على فكره، لان هو ده كبس. ده كبس كده. ده اللولي مدي شويه على اللون اوكسيد افاميه ده لون. واللي عايزه الابيض زي اللي احنا صورناه، اللي حابه الابيض كمان موجود. بالظبط كده. ده الابيض، اللي حابه الابيض هتلاقي، واللي حابه اللون الغامق كمان هتلاقي. في برضو دي برضو مختلفه خالص عن اللي احنا كل صورناه كله. دي بص واخده الرسم على الكتف كله والصدر، واخده الظهر بنفس الكلام بالكتف. شكلها جميل قوي قوي قوي. تحفه. دي حاجه خليجي كده جميله. حتى بصوا على من قريب كمان جميله جدا. هتلاقوا فيها، وهي فيها ايه، استراس بسيط جدا، رقيقه قوي. هي احلى حاجه فيها ان هي حاجه رقيقه جدا وحاجه عمليه في نفس الوقت. حاجه منها فيها ده اللون الاوف وايت، في منها الابيض. بص في الابيض، يعني اللون اللي انت عاوزاه موجود، الشكل اللي انت عاوزاه موجود، ملحفه ماشي، عبايه ماشي، كله موجود باذن الله. وكله بص باعداد، اللي عايز من قطعه لغايه 100 قطعه موجودين نفس النوع. احلى حاجه ان هم بيعملوا هنا قطاع يا جماعه، والجمله للمحلات برضو، الجمله اللي عايزه تاخد بسعر الجمله بالظبط. المحلات كمان هتلاقي فيها اعداد عنده. واهم حاجه المصداقيه، الحاجه اللي بتشوفيها هي اللي بتاخديها، خامه ولون وكل حاجه. ما شاء الله. مفيش حاجه اسمها تشوفي حاجه وتاخدي حاجه ثانيه، استحاله. اهم حاجه عندنا الفينش والمصداقيه للعميل. وحقيقي ما شاء الله عندكم كل حاجاتكم متميزه. بص بقى لو بنوته بقى رايحه درس، رايحه مكان، ده تلبس عليها بنطلون. دي سوسته بتفتح من فوق ومن تحت. الرسمه على الكم اهي، دي لطيفه برده بس بنانيت شويه، والرسمه على الظهر نفس الكلام. حلو قوي. بص لو حابه تلبس بنطلون تحتيه ليجن، اي بنطلون قطيفه اكنك لابسه تونيك بالظبط. احلى حاجه عايزه تسيبيها مفتوحه مقفوله هتلاقيها موجوده، هتعرفي. ده الجنجار، وفي منها الذهبي. حلو قوي. ده اللونين اللي عايز بالظبط كده، اللي مديه على الذهبي، واللي عايزه سيلفر هتلاقي. واللي عايزه سيلفر موجوده. الاثنين موجودين ومتوفرين وبمقاسات كمان. عندي كمان ملحفه اسود في اسود برده ستراس. اللي عايزه التطريز بقى يبقى اسود بس. الشال برده، شال زي الشال اللي وريتها لك، بس التطريز بتاعها اسود بالظبط كده، اسود في اسود. حد ممكن يحب الاسود في اسود، يقول لك عايزين اسود في اسود. وفرنا كل الاذواق وكل الالوان. بصراحه ما شاء الله عليكم، يعني بترضي جميع الاذواق. دي عبايه برضو، بص الاسترس عليها من كل حته، والكم بتاعها اسباني. دي كم اسباني، دي مختلفه خالص عن اللي وريتهولك. بصراحه مختلفه، شكلها جميل قوي. بص داير ما يدور عليها اهي. بص الاستراس بتاعها شكله حلو قوي. اشتغل في خامات مظبوطه. لا بصراحه، والماتيريال كمان يا جماعه على الحقيقه ما تيجوا تشوفوا هتلاقيه حلو جدا، وحاجه كده جميله بصراحه. دي حته بقى زي الدريس، زي الدريس بالظبط اللي بتلبس الاسود. عملنا منها القطيفه اهي، اللي هي الادوار زي الدريس البناتي. جميل جدا جدا قدام وورا. حلو قوي قوي قوي. دي ما فيش منه قطيفه خالص معموله كده. ده حاجه اول مره اشوف قطيفه شكل الدريس، اكن دريس بالظبط حقيقي. في عندك حاجه زي كده، دي رسمه على الصدر وعلى الظهر. رقيقه برضه عبايه مختلفه خالص عن اللي احنا فرجناه. رسمه اللوتس ومن على الظهر. بص واخده الرسمه ازاي. دي فيها تطريز الاثنين مع بعض، اسود في جنجان. والطرحه عليها الشغل كله، بص من كل ناحيه، يعني الطرحه تلف من كل ناحيه، الاسترس موجود. حلو قوي قوي قوي. ده لون
الجنجافل الاسود، وعندك اللون اللي هو الهادي بتاعها الفاميفل الاسود، ده لون الاكسيد. ده برضه حلو جميل اللي هو جدا لون وهادي هادي قوي، اللي بيحب اللون الفاتح موجود، اللي يحب الغامق موجود. صراحه يعني احلى حاجه ان انتوا بترضوا جميع طبعا. الاذواق. والطرحه نفس الكلام، الاسترس من كل ناحيه نفس لون الفامي. حلو قوي ما شاء الله، شيك جدا، وكلها اسعار الجمله طبعا من اول قطعه. في عندك بقى حاجه زي كده ستايل مختلف خالص، ده روب شيفون. بص عليها قطعتين تطريز قطعتين، دي لوحدها اهي، ودي من لوحدها خالص من جوه، دي بكم برضو اهي، والكم عليه نفس الشغل الاستراس. وادي الرسمه بتاعت العبايه. حلوه قوي، وعليها 7 من جوه مختلف برضو، فيها شغل نفس الكلام العبايه من جوه. ادي دي قطعتين، ممكن في ناس بتلبس دي مره وممكن تلبس صح، وممكن تلبس على دي على طقم عادي كاجوال لوحده بس كده. دي حاجه اسمها جاردن، اللي هي تلبس على لوحدها كده، تلبس طقم عادي كاجوال وتلبس فوقيها منها التلبيسه دي. حاجه برضو كلاسيك حلوه قوي. احلى حاجه ان انت تقدري تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه، يعني تلبسي ده كأن عندك عبايتين بالظبط، كأنك اشتريتيه، مره تلبسي على طقم، وممكن تلبسيهم الاثنين مع بعض، وممكن كل واحد لوحده، فاكنك انت هتعرفي تطقمي. شكلها حلو جدا كده مختلفه خالص. في حاجه تانية زي كده، دي اسمها حرير مغسول، دي لسه نازله جديده. دي خامه جديده خالص لسه نازله، جميل قوي. دي على الكتف من فوق، دي على الكتف كمان ومفتوحه. دي شكلها الستايل بتاعها جديد، دي حاجه اورينتال دي بقى، ده حقيقي. وخامه اسمها حرير مغسول، دي لسه نازله جديده. ده احلى حاجه فينا، هي مش هتلاقيها بتكسر ولا اي حاجه، دي بالظبط هتغسليها وتروحي لابساها بالظبط كده، ما فيهاش اي مكوى ولا اي حاجه، لانها الخامه بتاعتها جميله جدا جدا جدا، وعلى الحقيقه كمان يا جماعه تلاقوها تحفه. عايزين بقى حضرتك تقول لنا على العنوان يقدروا يوصلوا واسم المحل، واحنا كمان هنحط لهم الكارت. المحل بتاعنا ما يتوهش خالص وسهل جدا. حضرتك بتنزلي من شارع الغوريه العمومي، اول حاره شمال اسمها الكحكيين. في معمل ترشي مشهور جدا، مصر كلها بتيجي تاخد منه، اسمه النسر. انا قبل المعمل النسر على طول، محل اسمه ايهاب البوب. تسالي عليه اي حد من بره، بفضل الله احنا هنا متميزين بالحته النظيفه والمصداقيه للزبون. العميل يشوف الحاجه في التليفون على التليجرام او واتس او تيك توك او اي حاجه، اللي بيشوفه بيجي يستلمه، مفيش حاجه اسمها يشوف صوره يجي ياخد حاجه ثانيه. عنده شيلان شكلها شيك جدا بستراس واشكال مختلفه، شيلان قطيفه اللي بتتباع اونلاين بالضعف. هنا جبنا لكم الشيلان اللي انتوا طلبتوها، ده بسعر جمله وبسعر المصنع. عنده بقى كمية شيلان كبيرة جدا وكوليكشن كبير جدا بستراس واشكال مختلفة. اول شكل عندنا ده اللي هو الشكل الطاووس الشيك جدا. عنده كمان استاذ مؤمن هيورينا الاشكال اللي عنده. بصوا نهاية الشال بيبقى في ده نهاية الشال، شكله شيك جدا ورقيق، بتحضري فيه بمناسبة، عايزة خروجة رقيقة كده، شكله جميل قوي في الطبيعة وفي الحقيقة. بص الاستراس ده كله ما بيقعش، لان هو ايه بقى، عرفنا كده يا استاذ مؤمن بقى. عشان مثلا بص يا باشا، دي رسمة الشال زي ما انت شايفه كده. الشال ده شال قطيفة، ده شال قطيفة. بيبقى فيه استراس. الاستراس فيه ده مش بيبقى بلاستيك، بيبقى استراس ازاز زي ما انت شايفه كده، بيبقى زي ما انت شايفه كده الاستراس والنظام. الشغل كله ده قطيفة. ده بيبقى الوش، ده الوش بتاعه، ده الظهر بتاعه. تمام. في من الاستراس ده بيبقى فيه بلاستيك والكلام ده، بس انا ما بشتغلش في البلاستيك عشان البلاستيك ده اصلا بيبقى رخيص ورديء شويه، يعني انا بشتغل في ازاز وحاجه نضيفه. حلو قوي، وشكلهم على الحقيقه كمان والماتيريال بتاعهم تحفه. ده بيبيعوا بسعر الجمله بكام يا استاذ مؤمن؟ بص يا باشا، الشال دوت ماشي في منه كذا شكل تاني. تمام. الشال ده ب 300 جنيه في الضعف بقى. في الاونلاين والمحلات اونلاين والله بتتباع اونلاين ب 600 جنيه. ب 600 جنيه بس ده الشال ده نضيف. في منه حاجه اقل منه بس انا ما بشتغلش فيه. اللي هو بيبقى الاستراس ده ازاز. الاستراس ده بيبقى بلاستيك، ده الازاز. بيبقى بلاستيك، ده الازاز. التاني بيبقى بلاستيك وخامه القطيفه ما بتبقاش حلوه. تمام. ده اول شكل. بص يا باشا، ده الشكل ايه التاني، ده رسمه الشانل. بص ده الشانل جميله قوي. بصوا شكله شيك قوي. ده الشكل. وفي منه ذهبي وفضي، كل اللي بفرجهولك دوت ذهبي وفضي. تمام. يعني في بينزل منه لونين. تمام. بص برضو الحته الرقه دي اللي انا هوريها لك دلوقتي،
بصوا ده الشانيل شكله جميل قوي وشكله شيك جدا 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 ورقيق قوي، ستراس بسيط. ده قطيفه. بصوا الخامه بقى فيه الاستراس الطاووس اللي احنا صورناه. دي رسمه طاووس غير الرسمه الثانيه. ده الاستراس بتاعه ذهبي في اللون تاني، شكله شيك قوي. ده بصوا طاووس كبير. ده طاووس شكله شيك قوي قوي قوي. في منه رسمه الطاووس دوت، ده الكبير، وفي منه الصغير اللي انت صورته في اول الفيديو اللي هو ده. ده الطاووس اكبر شويه، وعلى نهايه الشال كمان هتلاقوا فيه. بص زي ما باشا التفاصيل برضو. لا بصراحه ما شاء الله عندكم حاجات شكلها جميل قوي وشيك قوي. ده وعنده كوليكشن كبير جدا، هتلاقوا طاووس وشانيل. وفي كمان توصيل لو عايزين اي توصيل، ده بسعر الجمله وسعر المصنع نفسه. بص برضو يا باشا، بص الكف ده بقى، الكف ده بقى رايق قوي. ده اللي بتحب شكل الكفوف هتحبها قوي، لان شكله رقيق جدا بقى جدا. سهره جميله وراكب مناسبه حلوه، والجو بقى ساقع. والاستراس نفسه مدي كذا لون، يعني مدي ذهبي، لو اتحرك شويه بيبدي. بصوا يعني لو اتحركته كده شويه هتلاقيه مدي على كذا لون، شكله شيك قوي. خروجه حلوه، مناسبه حلوه، الكلام دوت تلبسيه بقى عشان برضو الشتاء زي ما انتم عارفين، وجو الشتاء والجو ساقع، فعملنا لكم منه رسومات كتير قوي، وفي منه كذا رسمه. ده وفي بص كمان، بص الحته دي بقى، ده بسعر الجمله 300 جنيه بس. الحقوا الاشكال جميله قوي بكوليكشن كبير قوي. وده الاستراس بس في نهايه الشال، اما الشال كله رقيق ما فيهوش اي ده جميل قوي قوي قوي. ده الرقه كلها والشياكه ان هو بس في نهايه الشال، وفي عنده في نهايه الشال، وفي لو عايزه رسمه في النص فهو عنده جميع الاشكال. اللي حابه في نهايه الشال بس في ده الاستراس بس وكله ساده، وهتبقى الاستراس في نهايه الشال. واللي حابه ان يبقى في الشكل في النص موجود، اللي هو زي شكل الطاووس، كان شكله جميل قوي. وبرده عشان برده لو في ناس حبايبنا برده ما بتحبش الخامه اللطيفه دي، احنا لسه عاملين خامه جديده لسه نازله شفون بقى، نظام بقى طول ونظام بقى شغل جديد حلو قوي برده هوريهولك. ماشي، ورينا بقى الشكل التاني. ده شكل يا جماعه القطيفه، ده الاشكال اللي هي القطيفه شكلها رقيق جدا وجميله جدا. عنده كوليكشن كبير بالاشكال اللي انتوا نفسكم فيها. هتلاقوا عليه الاستراس في نهايه الشال. الشال ده التطريز نفسه بيدي كذا لون، يعني هو كده هيدي ذهبي، وده كده لون تاني رقيق قوي، شكله جميل قوي. بصوا بقى الشكل ده لسه نازل جديد حالا. ده الشكل الجديد اللي بقول لكم عليه حضرتك. ده شكل، ده مش قطيفه بس، ده شيفون زي ما انت شايفاني كده في الصوره. ده شيفون، نظام شيفون، وراك مناسبه حلوه، خروجه حلوه، تلبسيه بتلفيه اشكال بقى منه. الكلام ده زي ما انت شايفه الاشكال بتاعته بتبان كده. شكلها جميل قوي 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 على كذا شكل. ماشي، دي رسمه. بص برضه قربي كده اديلهم التفاصيل. حلو قوي. بصوا بقى، بص الرسمه، بصوا شكله شيك جدا الاستراس ده، وعمره ما هيقع، لان الاستراس ده ازاز، مش معمول ازاز يا باشا وكبس. بصي ظهر الشال ذات نفسه ملزوق ازاي، ده ظهر الشال معمول كبس، مش حاجه بتقع واستراس بيقع، لا ده متثبت وشكله شيك جدا وجميل. بتحافظي على الحاجه، عمر ما الحاجه ما تتبهدل. بص بقى الحته اللي دي بقى برضو رسومات وبتغير اشكال وبتغير نقشات. بص بقى الحته اللي دي بقى، بصوا بقى الشياكه والجمال. بص يا باشا نظام الورد، بص يا باشا الشال حلو قوي قوي قوي. بصوا حتى نهايته كمان شكلها حلو قوي. الحقوا يا جماعه شكل الشيلان دي نازله ترند وجديده جدا، كله بيلبسها وبيستخدمها في الشتاء. عايزه تخرجي بيها، عايزه تروحي بيها مناسبه. وهنا ما شاء الله في المحل عندهم كوليكشن كبير جدا جدا، عندهم باشكال مختلفه شكلها حلو قوي. بصوا احلى حاجه ان هي فيها مديه كذا لون، مديه الذهبي ومديه على السيلفر ومديه على ازرق، على كذا لون. ده الشكل الجديد، ده اللي لسه نازل، ده الشال الجديد اللي نازل. شكله شيك جدا جدا جدا. قول لهم بقى لو في توصيل يقدروا يوصلوا ازاي. توصيل، وهنديلهم برده الرقم الواتس بتاعنا وتابعنا على الواتس. تمام.
والعنوان بتاعنا بامر الله زي ما قلت لحضرتك. العنوان بتاعنا الغوريه حاره الكحكين، محل ايهاب البوب بجوار معمل الترشي. اسال اي حد عن ايهاب البوب هيقول لك خش يا باشا الحرام. ودي يا جماعه باسعار جمله الجمله واشكال جميله قوي 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 وكوليكشن كبير. بصوا زي الشكل الطاووس ده باشكاله بانواعه. وهنا عند استاذ مؤمن هيقول لكم هيوريكم اشكال كتيره جدا بكوليكشن كبير. هتلاقي منها القطيفه وهتلاقي الشيفون وكل الاشكال عنده ما شاء الله باشكال كتيره. وانتظرونا في فيديو جديد وانتي الاهم.